السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القلب للقلب، كلمة تهدي، دعوة تداوي، ورسالة توصلك للنور، مع بعض في طريق الإيمان والحب والتربية الصالحة. أهلا بيكي في رحلتنا الروحية. الصبر مش كلمة بنقولها بس، الصبر رحلة فيها ألم، دموع ووحدة، بس في الآخر فيها جبر عظيم من ربنا. في ناس بتصبر بس من جواها نار، وناس تانية بتصبر بس في صبرهم جمال وسكينة. ده اللي اسمه في القرآن الصبر الجميل. طب ايه هو سر الثبات عليه؟ وازاي اقدر اعيش الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر اللي مفهوش شكاوي لا للناس ولا للسوشيال ميديا ولا لنفسيتي كل يوم. هو الصبر اللي فيه رضا وتسليم وثقة. عارفة الثقة دي هي مفتاح السر. كان في مرة بنت قالت لي أنا مخطوبة بقالي 2 سنين، كل شوية ظروف وتأجيل وأهلي بيقولوا لي سيبيه وأنا مش عارفة أصبر. رديت عليها وقلت لها انتي مشكلتك مش في الصبر، انتي مشكلتك في الثقة. لو واثقة ان ربنا بيكتب لك الخير هتعرفي تصبري وهتستني النتيجة بحب مش بخوف. قلت لها ربنا قال في القرآن فاصبر صبرا جميلا، يعني صبر مفيهوش تذمر ولا نكد ولا انا تعبت قوي كل شوية. وايه اللي يعينك على كده؟ الثقة في وعد ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع القرب، وأن مع العسر يسرا. يعني لو بتحاول تصبر خلي جواك يقين ان في فرج، وكل عسر وراه يسرين مش يسر واحد، زي ما ربنا قال ان مع العسر يسر. سر الثبات انك تصبر بس وانت عارف ان صبرك مش ضايع، وان ربنا شايف دمعتك وشايف سكوتك وشايف طبطبتك على نفسك كل مرة. جرب كده من النهاردة كل ما تيجي تقول أنا تعبت أو مش قادر تبدلها بذكر بسيط، تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وخلي لسانك دايما يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الكلام ده مش بس دعاء، ده تثبيت داخلي. الصبر مش ضعف، الصبر قوة، واللي بيصبر جميل بيجبره رب جميل. فاصبر صبرا جميلة علشان الصبر اللي جاي أجمل من كل اللي رايح. لو الكلمة دي لمست قلبك شاركيها مع اللي بتحبيهم، يمكن نكون سبب في هداية، سكينة أو تغيير شخص. ولو لسه عندك سؤال أو أي حاجة نحكي عنها اكتبيلي في التعليقات، أنا هنا ليكي دايما. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك عشان نكمل سوا رحلتنا دي بإذن الله. كوني نور حتى في زمن العتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.